السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم راح نديرو كراتان تاع لابوري تاع البطاطا. هذا الكراتان بزاف بنينه وبزاف هايله وسهله وما تديش معكم بزاف وقت. هنايا نبداو في طريقه التحضير تاع هذا الكراتان. نحتاجو بطاطا نكونو غليناها من قبل في شويه ماء وملح. بعد ما طيب معنا نجيو غير بالفرشيطه هكا ونرحيوها. هنايا نزيد معها شويه مارغرين وشويه تاع فرماج حسب الرغبه وشي فلفل كحل. وهنا كل واحد يتبل البطاطا تاعو كيما يبغي. انا هذا واش درت. ندخلهم مليح في البطاطا تاعي ومن بعد نحطها مباشره في المول اللي يكون يروح للفرن. هنا ما نحتاجوش ان نرحيوها في الروبو ولا حاجه، نديرو غير هكا بالفرشيطه وهي طريقه سهله بزاف. هنا نجي نحطها في المول تاعي. هنا المول تاعي ما ندهنوش لانه هي فيها المارغرين نقصه شويه. نسوي لها السطح تاعها في المول ومن بعد نجي نحط عليها الحشوه. هذه الحشوه اللي كل مره نديرها معاكم وتقريبا هي الحشوه المعتمده عندي. هي حشوه دجاج مفروم. ارجعوا الفيديوهات السابقه تلقاوني حضرتها بالتفصيل. كنت ضفت لها شويه تاع الزيتون الاخضر مقطع ونديرها كطبقه ثانيه على البطاطا. هنا كنت خليت فيها غير شويه تاع لاصوص باه تجي البطاطا تاعي مشربه. نسوي لها حتى هي السطح تاعها. وهنا نزيد شويه جبن مبشور تستغناو عليه. ومباشره انا هنا كنت حضرت شويه بيشاميل. بيشاميل تاعي كنت وجدتها تكون خفيفه، ما درتهاش حكمه روحها هكا باه باه يزيد الكراتان تاعي يتشرب مليح. البيشاميل طريقتها معروفه عند الناس كامل. وبعد ندخلها للفرن الطيب كي تحمر معايا وتدي لي هذه التحميره نطفيلها وشهيه طيبه. شوفوا لي الشكل تاعها والبنه ما نحكي لكمش.